اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، يعني خلينا نتكلم في البداية عن استفحال فيروس انفلونزا الخنازير وتحوره داخل جسم الإنسان، وأدى إلى وفاة بالفعل. والنهاردة أعلنت وزارة الصحة صباحا في 8 صباحا وصول حالات الوفاة بانفلونزا الخنازير إلى الحالة 43. ماذا عن هذا الفيروس وأيضا طرق التغذية السليمة للوقاية قبل العلاج؟ طبعا احنا مش هنقول كلمة استفحال. ليه؟ هو صحيح الفيروس سريع الانتشار ولكنه تافه الخطوره. والنهارده انا كاتب في صفحه 13 في الجمهوريه احصائيات رهيبه جدا. الاحصائيات دي بتقول ان وفيات انفلونزا الخنازير عكس اللي احنا عارفينه خالص. احنا دلوقتي بنقول مثلا الوفيات في مصر توصل لحوالي اقل من 1%، ولكن اذا احنا نظرنا لمعدل الاحصاء اللي عندنا بتاع الحالات بتاعتنا احيانا بيبقى الطبيعي المفروض قدها 100 مره. لكن اسمح لي يا دكتور، في البدايه كتير بيفسروا بيقولوا ان الفيروس لان كانت الحراره عندنا مرتفعه فكان بيجي اقل حده واقل خطوره. يعني الحراره لما تكون 38 وانا اصاب بالفيروس مش هبقى بنفس القوه لو الحراره مثلا 12 او 13. حراره الجو يكون اصعب. احنا دلوقتي خايفين من الوفيات، ان اي وباء جاي الناس خايفه من كلمه وفاه. الفيروس ده جبان ولن يقتل الا الانسان الضعيف. الانسان الضعيف مناعيا او اللي عنده مرض مزمن وهو مهمله. يبقى الانسان الضعيف مناعيا دلوقتي سهله جدا عندنا. يعني مثلا عندك اسبوع اسبوعين ممكن ترفع مناعتك بسهوله. الامراض المزمنه هيتربى على عرشها السكر، بعد كده الحساسيات خاصه الحساسيه الشعبيه الربو، وبعد كده اي مرض مزمن سواء كلى او كبد او كلى لازم يروح مع الدكتور بتاعه ويظبط على طول الحاله بتاعته هيستقر. مريض السكر لو خد اي دواء وظبط مستوى السكر في الدم خلاص اصبح بعيد عن منأى انفلونزا خنازير.